السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جايبه لكم طريقة كفتة الحاتي. بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطالعة زي ما انت شايفة كده. هشة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت. وكمان كترنا الكمية من ربع كيلو، عملت غدوة حلوة وما شاء الله طالعة حلوة جدا جدا، هتعجبك وطعمها فوق الوصف. هنروح على المقادير. انا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا 60 جرام او 50 جرام قطعة كده من الدهن، يعني اللي هي دهون اللحمة. ومعايا معلقتين 2 برغل، معالق الاكل اللي هي العادية دي، بناخد منها معلقتين ونحطهم في طبق ونصب عليها مية مغلية ونسيبها منقوعة فيها لحد ما البرغل يجوش. معايا كمان بصلاية صغيرة، ومعايا معلقتين بقدونس ورق بس، ومعايا نص معلقة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات اللي احنا بنحطها للطعمية. لو ما فيش البيكنج صودا دي ممكن نحط البيكنج باودر. ومعايا نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من السبع بهارات بس كده. وكمان معايا قرن فلفل احمر، ده بيديها طعم حلو جدا جدا، وكمان مش هيبان خالص خالص في النسيج بتاعها يعني. اول حاجة عملناها حطينا البصل المبشور، وحطينا الفلفل الاحمر، وكمان البقدونس، وحطينا عليهم كمية الملح اللي معانا علشان هننزلهم في مصفى ينزلوا المية بتاعتهم عشان ما يفكلناش الكفتة. وكمان المية دي هنستفاد بيها في تصبيع الكفتة. هنحاول كده نعصرهم في الصفاية. معلش انا بعتذر عن التصوير لاني ما خدتش بالي خالص ان الكاميرا بتصور بالطول، هو طبعا المفروض بنصور بالعرض بس ما خدتش بالي، فبعتذر جدا. في بولة بقى نزلت الخضار بتاعي ده اللي اتصفى خلاص، وهنزل عليه اللحمة. وكمان كمية الدهون اللي معايا هي مش كتير، يعني هي قطعة كده قد مثلا البرتقانية الصغيرة، حوالي 50 جرام او 60 جرام. وحطيت عليهم باقي التوابل اللي معايا، والبرغل عصرته جدا 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 من ميته، وحطيت كله مع بعض في بولة. واهم حاجة الخطوة دي، اهم حاجة في الكفتة ان هي تتعجن كويس جدا جدا جدا. احنا طبعا هنضربها في الكبة، بس احنا بنتأكد ان كل المكونات اختلطت ببعض وتوزعت صح على الكفتة كلها. جبت بقى الكبة بتاعتي وخدتها كده على مرتين، وضربتها ضرب كويس جدا جدا، يعني ضربت فيها شوية كده لحد ما النسيج بتاعها كله بقى حاجة واحدة، وما بقاش باين فيها ولا بصل ولا فلفل ولا باين فيها اي مكونات، زي بالظبط اللي بنشتريها من بره، تحسيها عاملة زي المعجون كده وكأن فيها خيوط. اول ما تشوفي الخيوط دي تعرفي ان هي خلاص اتضربت صح، وان شاء الله هتطلع معاكي حلوة جدا ومتماسكة ومش هتفك منك ابدا. ضربنا الكمية بقى كلها وهدخلها التلاجة علشان تتشمع شوية. خرجتها بقى دلوقتي من التلاجة، قعدت حوالي ربع ساعة بس. وادي المية اللي احنا كنا عصرينها من الخضار بتاعنا، دول 4 كده من عصيان الشيش طاووق. هصب عليهم علشان يبقى فيها تجويف كده، ما يكونش صغير، علشان نضمن ان هي تستوي كويس قوي، وكمان تبقى هشة من جوه مش مكتومة. بناخد قطعة حلوة مش صغيرة عشان ما تبقاش رفيعة علشان ما تنشفش، لان بتاعت الحاتي بتبقى سميكة شوية. اول واحدة دي انا عملتها كنت نسيت خالص ان انا ابل العصيان الشيش اللي معايا، فكانت صعبة جدا ان انا افك الكفتة من عليها، ف يعني هنزلها تاني واصبحها تاني. تاني واحدة بقى كنت خلاص بليت العصيان فخرجت مني بسرعة يعني بسهولة. تمام كده بنضغط وبنصبها زي ما انت شايفة كده.
ما شاء الله طلعت معايا كمية حلوة. من ربع كيلو كانت حوالي، بعد ما خلصتها وزنتها لقيتها حوالي 480 جرام او 470 جرام، يعني داخلة على النص كيلو. فطبعا كميتها حلوة جدا واقتصادية. خلصت بقى تصبيع الكفتة كلها، وهنروح مع بعض نسويها على نار بقى، في طاسة كده مدهونة زيت بسيط خالص خالص، لان طبعا الكفتة هتنزل الزيت اللي فيها او الدهن اللي فيها. على العين التانية انا حاطة قطعة من الفحم علشان نبقى نطفيها يعني في قلبيها، وتدينا طعم الشوي من غير ما نحطها على شواية ولا اي حاجة. نزلنا بقى بالكفتة بعد ما الطاسة سخنت خالص. ما شاء الله الكمية حلوة، والصوابع مش صغيرة خالص، وعجبت جدا جدا الولاد عندي. اول ما احس كده ان الناحية اللي ناحية الطاسة يعني لونها اتغير، ابتدي بقى اقلب فيها، اهز كده بالطاسة لحد بس ما تتشمع، وبعد كده اقلبها زي ما انا عايزة. هي ما شاء الله متماسكة خالص، مفيش اي حاجة فيها فكت خالص خالص، زي ما احنا شايفين متماسكة. انا بقلبها على الناحية التانية علشان كلها تاخد لون واحد. طبعا احنا مش هنكتفي ان هي خدت لون بس، لانها طبعا لازم تستوي كويس جدا عشان اللحمة لازم تاخد سوا كامل يعني. بقلبها كده، بغطيها شوية مع نفسها كده. اول بقى ما تاخد لون من كل ناحية انا بحط لها ربع كوباية من المية علشان اتأكد ان اللحمة استوت سوا كامل. بغطيها لحد ما تشرب المية دي وتبقى كده تمام استوت، واطمنت ان هي خدت السوا الكامل. تمام كده، هي دخلت في السوا خلاص والمية اتبخرت. ثواني كده وهننزلها من على النار. كده خلاص نزلت بقى من على النار، والفحماية كانت ولعت خلاص. هنحطها في اي طبق بقى، استانلس او حتى صيني زي ما عملت، وبناخد من نفس دهون الكفتة اللي نزلت نقطتين 3 كده فوق الفحم علشان تدخن وتعمل لنا ريحة الشوي. بجد يا جماعة الطريقة دي حلوة جدا جدا، والكفتة كانت نتيجتها روعة شكلا وطعما وريحة، يعني بصراحة حلوة قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتك، وان شاء الله تبقى سهلة عليكي وتجربيها. لو استفدتي اي حاجة من الفيديو ياريت ما تنسينيش بدعوة حلوة، وما تنسيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نفتح كفتاية كده. بصي هنا انا بضغط عليها تحسيها اسفنجية خالص، مش فكة ولا حاجة. هنفتح بقى مع بعض كفتاية ونشوفها من جوه عاملة ايه. ما شاء الله متماسكة خالص، وفي نفس الوقت كمان جوسي وطرية وهشة جدا من جوه زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.